انك انت 19 سنه وشايله هم اخوكي وابن اخوكي وابن اختي، يعني حلو. وبيت العيله، انا بقول بيت العيله من افضل الاماكن، وثبت اهو الناس في غزه شوفوا العيله كلها بعض يقول لك كذا، اقول يا ربي ده انا ما اعرفش بنت مرات اخو خال مش عارفه مين الا لما اقعد افكر هم فين، شوفوا هم كلهم مترابطين ببعض. فبيت العيله شيء جيد لو انا خدت الحاجات الايجابيه ومنعت السلبيات وحطيت حدود وعملنا توعيه جمعيه بيهم ان شاء الله. الجمع جمع ميم عين جاء ميم عين ياء، تمام كده. وان شاء الله نبقى نقول الكلام ده، هنقولها في السلسله بتاعتنا. لكن سنه اربي اخويا ازاي؟ بس اسمعه قران، اجي اكلمه واعمل تواصل بصري بيني وما بينه واسمعه قران واقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت جات لي اول امبارح في المعرض في اثناء التوقيع، هي عندها 3 سنين وقالت لا قولي الحديث قال رسول الله صلى الله، عماله تقول هي 3 سنين هي هي ناسيه الكلمات بس بتقول لي ايه على النغمه قلت لها ايه؟ قلت لها صلوا الارحام صلوا الارحام. الترديد، واحنا قلنا دي مرحله التلقين، الترديد 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 الترديد، واسمعه القران واختار ايات اركز عليها. يعني الحمد لله رب امين الرحمن الرحيم مالك، وهكذا لحد ما يبقى 3 سنين وينطق هتلاقيه نطق اللي انت بتقوليه. يعني تابع معانا، احنا عندنا اكتر من 500 حلقه عن التربيه على اليوتيوب، تابع حلقات التربيه اللي على اليوتيوب، خدي كل يوم حلقه ونفذيها، وتابع معانا السلسله اللي جايه ديت. يا فاطمه ادعو الله سبحانه وتعالى